Abdul Wahab Altamar. هذا الفايل OB final individual report و submit. My experience was of lot of learning and had no Good balls. Thank you. Thank you, Sadie. This is Abdul Wahab. So I will try to connect the Severance Pay with. السلام عليكم. واخيرا فلوج التخرج، الفلوج الوحيد يمكن بين الفلوجات اللي كنت حيل ناطر اني اوصل له، انه اذا وصلت له فانا اكون متخرج. يعني باقي لي على التخرج ان شاء الله اسبوع من اليوم. احنا الحين اول 10 ايام، احنا ب10/7 بالضبط الحين، وان شاء الله ب17/7 راح يكون آخر كلاس عندي. بعدها في فتشة تقريبا 20 يوم قبل حفلة التخرج. بس أنا بالنسبة لي مجرد إني أخلص آخر كلاس أنا فأعتبر نفسي تخرجت، ومالي شغل بالحفلة. بما أنه أصلا ماجستير فصراحة الحفلة وايد هامتني، بس راح أحضر. الحين باقيت لي 3 أشياء. باقي لي برزنتيشن راح أقدمه بعد شوي بالكلاس، راح يكون أونلاين. وباقي لي كويز امتحان حمن باكر لازم اخلصه. والاسبوع الجاي مع اخر كلاس عندي اسي من 3 صفحات لازم اكتبه، راح اكتبه من هالاسبوع ان شاء الله عقب ما اخلص الامتحان باكر واقدمه الاسبوع الجاي، واكون كذي خلصت الحمد لله، اكون كملت كل المواد اللي اخذها حق الماجستير هذا. صراحه انا معتبر نفسي متخرج تقريبا من شهر، لان من شهر بالضبط وقال لي بس ماده واحده اللي هي هذه بتخلص الحين، فهي مره واحده بالاسبوع، فصار عندي وايد وقت فراغ، مو قاعد اقصر حق الماده، قاعد اسوي كل شغلي، بس هم صار في وايد يعني وقت فراغ. العاده انا اخذ 4 3 مواد، فلما تبقى بس واحده صار عندي يعني وقت. بلشت العب سوني، بعد يمكن شهرين مبطلها، رحت العب سله، شو سويت بعد مسلسلات، يعني وايد وقت فراغ. بس الحين ان شاء الله ما بقى شيء. باخذكم معاي بالكلاس وانا اقدم برزنتيشن عشان تشوفون ان شاء الله. اودي اوثق اللحظات هذه كلها، مو بس عشانكم، عشاني حتى انا بعد كم سنه اذا برجع حق اليوتيوب واشوف نفسي فاكون فعلا مصور لحظات التخرج. فيلا. اوكي، هذا مكان الدراسه والكلاس راح يبلش. راح احط البوكس هذا هني عشان نحطكم هني مع الكاميرا وتشوفوني وانا اقدم ان شاء الله. اوكي، مكان زين. للعلم فقط انا اغلب موادي، حتى المواد كلهم حضوري، بس لان الكلاس هذا بالذات هو الكلاس اللي جاي بعد، اللي هو راح يكون اخر واحد حق التخرج. الدكتور يبينا نسوي نفس سيموليشن، محاكاة باللابتوب، فلازم يعني احسن كل واحد يكون بلابتوبه، فمخلينا نسوي كلاسات وناخذ كلاسات اونلاين كل واحد من بيته. فراح اقدم برزنتيشن الكلاس باقي عليه نص ساعة، راح يكون انا معي كم واحد بالجروب، وبعدها راح ناخذ كلاس عادي يعني في السيموليشن نفسه. فالحين شوي بحضر نفسي حق البرزنتيشن، من امس خلصته، بس يعني عشان بس اعرف شنو اقول بالضبط، وراح اقدم ان شاء الله قدامكم يعني وبس. اوكي، الحين صار موعد الكلاس، بطلت اللابتوب، بس الظاهر الدكتور بيتاخر شي كم دقيقه. لبست لي اي تي شيرت اسود شفته بالكبت، بس عشان ما ادري حسيت هذا يعني موجود تحت، بس انه قلت احسن يعني حق البرزنتيشن. فراجعت ان شاء الله التقديم راح يكون زين وبس. اوكي، صار دورنا. الحين انا بقدم عقب هذه زميلتي، ما ادري ليش توترت، كنت مساعة اوكي، بس يمكن لنا اخر برزنتيشن فتخلص واقدم ان شاء الله. Thank you, Sadie. This is Abdul Wahab. So I will try to connect severance pay with Nike case. So at the beginning, let's try to define severance pay. As most of us know, corporate culture in Uber and sexual harassment. Also, over 20 employees were fired because of this incident. Next slide. So as we were discussing. اوكي، انقصرت على الصوت، باقي اخر تيم قاعد يقدم. مع نهاية البرزنتيشن بقى لي شغلتين، الكويز مال باكر، والاسبوع الجاي عندي تقديم الاسي. فالحين بكمل الكلاس وبعدها بحل او بدرس حق الامتحان مال باكر، فسكب حق اليوم اللي بعده ان شاء الله. اوكي، توني سلمت الامتحان بس ما صورت، كنت خطط اني اصور بس نسيت، فخلصت الامتحان. فالحين بقى لي شغله اخيره بس، اللي هو الانديفيدوال ريبورت الاسي، لازم اسلمه خلال اسبوع وبعدها خلاص. 1 week later. اوكي، الحين مر اسبوع تقريبا من التصوير اللي طاف، فالحين قاعد اكتب اللي هو الاسي، بس اوريكم البروجرس كصفحة واحدة. لازم اسلمه تقريبا باكر، في وقت وايد يعني ان شاء الله حتى راح اخلص اليوم، بس قاعد اوثق. Thank you برسو. Thank you. اوكي، بكذي خلصنا اخر كلاس.
الحين لازم نكمل نشتغل على الكيس اللي قلت لكم عنها كاي. كتبت زين يعني. قال لي الباراجراف هذا آخر واحد وريفرنسز وأخلص. اوكي الحمد لله خلصت. هذا شكل ريبورت توني خالص منه. الحين الساعة الكونكلوجن اكزيبت والريفرنس كم ساعة؟ 11:46 ما ادري واضح ولا لا. 11:46 باقي ربع ساعة تقريبا واسلم. فالحين راح اسلم وعقبها اقدر اقول مبروك ان شاء الله. هذا الفايل او بي فاينل individual report و submit. بسم الله والحمد لله تخرجنا. وطبعا هاي الطريقة بالاحتفال قاعد اسوي لي باستا بس ان شاء الله ما تحترق يعني. اتوقع الكمية هاي تكفي حق يومين ما ادري يعني بس هذا الاحتفال. وهذه النتيجة النهائية. راكب شغل بالشكل بس اول مرة اضبط الطعم كذي فبالعافية عليه. كيكة التخرج. مساء الخير وصباح الخير. اليوم رايح الجامعة كلاس صدقنا متخرج بس في كلاس جايبين فيه ضيوف ناس بيتكلمون يعني شدوني صراحة. فكلمت الدكتورة مالت الكلاس وقالت لي مو مشكلة أنا أحضر. فالحين أنا واقف ناطر الباص كاوة مر جبالي ما أدري يبين ولا لا بياخذني واروح الجامعة. الكلاس يبلش بعد 10 دقائق إن شاء الله. طبعا كما عودتكم ممر الجامعة هذه ان شاء الله الغيوم. لي الجو بتامبا يذكرني بالكويت بس معكوس. تقريبا صار لنا شهر كله غيوم ويعني عواصف رعدية ومطر. بس اليوم شوية الجو مش شيء زين يعني. احسن صراحة يعني حر. افضل الحر على المطر والبرق والرعد ما تقدر تطلع حتى. فشوف الشمس الحين ساعة بالظلال مال السير. الحين نرجع مرة ثانية لي هذه الكلية. يعني الممر انا راح افقدها صراحة ما ادري ليش. تو خلصت الكلاس بس الصدمة ان انا كنت حاضر لهم من قبل هذول ما كنت ادري ان نفسهم. فالكلاس مو كلاسي وانا مكلم الدكتورة اضطريت اني اجامل واقعد واحضر المحاضرة. بس والله اعطونا يعني معلومات جديدة اقدر اقول اني استفدت يعني ما جت على الفاضي. وانا اصلا ما كان عندي شيء صراحة يعني. فالحين توني طالع برجع الشقة كالعادة. مساكم الله بالخير. الحين يوم جديد عندي متخرج الحمد لله. بروح اليوم والهدف من اليوم اني افصل لي بدلة. بشوف اذا في بدلة جاهزة ضابطة علي راح اخذها بس غالبا اتوقع لازم افصل. حفلة التخرج باقي لها بالضبط اسبوعين من اليوم. الحين السبت تاريخ 20/7. حفلة التخرج السبت تاريخ 3/8. فباقي اسبوعين ما ادري اذا يمدي ولا لا. بس بروح المحل اسمه منز وير هاوس وبشوف لي بدلة. فهذه رحلتنا حق اليوم. اوكي غيرت ملابسي والحين رايح حق الاوبر عشان نروح محل البدل السوتس. بس ذكرت شغله في مره واحد كاتب لي بالكومنتس انه قاعد تضيع فلوسك على اوبر ولفت. انا ترى ما اطلع وايد يعني عرفت. لأن كان شخص يعني اقصد يعني رجل اللي سأل السؤال. فاغلب مشاوري الجامعه للبيت البيت للجامعه الباص الجامعي يوديني فما احتاج. بس المشاوير هذه اللي فيها اشياء سبيشل حتى الجمعيه والشغلات هاي توصلني الى الشقه. في عندهم نفس طلبات ابلكيشن والمارت نفس ما شفته يعني. حتى الاشياء اللي فيها شيبمنت يجيب لي اياها. فما احتاج سياره وانا قاعد هني سنه. الحين الحمد لله تخرجت. المهم وصل الحين. طبعا وصلت هني من وير هاوس. ايش موظفين بس شكله بيصك لي بسعر. توني واصل السكن من الخياط او من وير هاوس. بس خليت بدلتي عندهم لانها شويه طويله فلازم يضبطوا لي اياها من الطول. والاسبوع الجاي تخلص اقدر البسها واسوي بروفا على رب تخرج حقكم ان شاء الله. بس الحين اطلب لي اكل واسوي سكيب لحزتها يعني. ما ادري في شيء اصور. المهم مع السلامه. 1 week later.
اوكي توني واصل المحل عشان اخذ بدلتي، فيلا خلينا نقايسها. هذه البدلة بس هم يقصرونها زيادة، جيت الحين ثاني مرة بس بدون كرفتة، هذا الليبل يعني ما كذي يعني راح يكون. اوكي مرة واحدة وانا راجع حلقت، فهاي تسريحة جديدة حق التخرج. المهم باكر مو حفلة تخرج، باكر مسوي لنا نفس احتفال ما ادري شو اسمه صراحة، بيوزعون علينا وشحة شيء كذي حق اللبس مال التخرج. فانا طالب واحد على علم ديرتي علم الكويت، فباكر هو الاربعاء، السبت راح يكون حفلة تخرج، فراح اصور باكر ان شاء الله وراح اصور يوم السبت. فالقاكم باكر، تصبحون على خير. اوكي مساء الخير. الحين ثاني يوم العصر، جيت الجامعة، ناس ما شفتوا السيرموني قاعد يسجلونا، اعطونا اوراق كروت. المفروض اليوم يعطونا نفس مرب ما يسمونه يعني شيء على علم الكويت وهالحركات، حق كل واحد حق ديرته. فانا من الكويت فبيعطوني نفس وشاح اوكي على علم الكويت. فمعاي الحين الخريجين كلهم اللي سجل حق السيرموني هذا، فالمفروض اخذ الوشاح من هناك. الحين رايح. On the left or right? Commencement ceremony is going to give you another opportunity to talk about where you're from. My experience was of lot of learning and had moments of challenge. تو خلصنا السيرموني، طلع اسمه الساش، ما ادري انا اشوف انه هو سكارف على علم الديره. والله خوش شيء صراحه، كان ممتع. هذول ان شاء الله يهم حفل التخرج وعرب، وايد ناس يقعدون فوق، فما ادري يمكن اسويها. المهم قاعد يمي كوري ما شاء الله عليه، ماخذ بي اتش دي، دكتور تو متخرج ميكانيكال انجينير، ما عرفت اسمه صراحه بس قعدنا نسولف، لان انا بروحي وهو بروح يعني الباقي كله عوائل كذي. فقاعد يقول لي بتكمل بي اتش دي، قاعد اقول لا والله يمكن بعد 5 سنين او شيء كذي، بس حاليا احتاج اني ارتاح. ممكن ارجع حتى حق يو اس اف، يعني في احتمال كبير اذا الله كتب واعطانا عمر. اليوم هذه ثالث مرة أروح ألعب مع الأمريكان سلة. صراحة ما عندي خبرة الحين، قوانين صراحة بيني وبينكم ما لي فيها، بس نتعلم. طبعا السماء غيوم، اليوم كان مفروض تمطر، مفروض إن تجينا عاصفة هالويكند، بس للحين يعني يمكن واحنا نلعب تمطر علينا شوي. الله يسر لنا، لازم أرجع بالباص. توني ألاحظ الشارة هذه، ما أدري يعني أحسها بارزة بينهم هذول، حلوة إن شاء الله. ما إذا يبين ولا لا بالصدق، بس لونها أخضر فاتح بزيادة. أوكي هذا الملعب بالليل، تونا خالصين، يمكن لعبنا 3 ساعات ما أدري. والله اللعب كان ممتاز يعني صراحة، استانست يعني، يمكن بس هذه ثالث مرة ألعب سلة، بس صار الجماعة ونسين يعني عادي، لعب حبي. الحين راجع شقة وبس، أتوقع عقب الإيفنت هذا والحدث هذا راح يكون على طول نهاية الفلوج مع التخرج إن شاء الله. أشوفكم عقب باكر. صباح الخير. اليوم هو يوم 3 أغسطس اللي هو يوم التخرج إن شاء الله. طبعا أنا متأخر فقاعد ألبس بسرعة الحين، ما راح يمدي ألبس الروب بالشقة، راح ألبسه هناك إن شاء الله بصالة التخرج، فأشوفكم هناك. أوكي بس قبل لا أمشي قلت أوريكم الشكل النهائي، بس التاي شوية لازم أعدلها لما أوصل، مستحيل وبس. Good balls. Thank you. طبعا قاعد باخر صف، انا متأخر. Recognize the members of the university community that supported your success along the way, from the advisors and staff members who helped. So proudly at the twilight's last
هذا الدكتور اللي قلت لكم عنه. Sean Abdul Wahab Altamar. Jennifer Lynn Eubanks. Rise as you are able. خلونا نوقف. Our guide, quest for knowledge, where we all are free. University of South Florida. Congrats, Habibi. That's my friend James, and this is Tim. Hey guys. From Germany. He's from South Korea. Yeah, none the worse. So I just want to thank. I was speaking Arabic. أبي أشكرهم لأنهم يو شافوا إن عائلتي ما يو فهم قرروا إنهم يجون. Thank you. This guy made it. Gracias. من البوك ستور على المارشال ستودنت سنتر. شريت كم شغلة أذكار حق الجامعة. هذا بقى يدعمنا. ما أدري والله شعور غريب لأن عارفين هذه خلاص آخر مرة راح أكون موجود هني. هذا شعار الجامعة. فسنة مرت بسرعة والله صراحة. أنا ألف الكاميرا دقيقة راح يعني بدون مبالغة كنا أمس واصل لأن ماجستير سريع يعني مر الوقت بسرعة. بس الحين فيني إحساس إن لا أنا ما راح أمشي من هني. شعور غريب يعني مو قاعد دلع يعني بس إنه ما أدري أحس تعودت على المكان شوي. بس الحمد لله إن شاء الله راجع الكويت باكر إن شاء الله. لحظة الفيديو الحين ما خلص. راح افاجئكم ان الحين صار لي شهرين بالكويت قاعد هني. ما صورت طول الفترة هذه. قعدت مع اهلي، طلعت مع اهلي، رحت الشاليه، رحت مباراة منتخب الكويت، رحت قطر قعدت اسبوع هناك. اول مرة اروح سوق واجف مع اني رحت قطر من اول. كليت متنت. لو تشوفون يعني لو تقارنون بين اول فيديو والحين راح تشوفون انه في خد. اول فيديو ما كان في خد. اكتشفت ان اكل الكويتي متن. بس انا حبيت اصور البارت الاخير هذا عشان انهي المرحله هذه من حياتي اللي هي مرحله الماجستير. واشكركم واحد واحد والله يبارك فيكم. يمكن في احد كتب لي بالكومنتس مشكور من الحين مقدما. ونسيت شلون اصور شلون اتكلم مع الكاميرا. احس الشهرين هذه قعدت ما سويت ولا شيء. فيمكن اول فيديو اصوره عقب ردتي الكويت. بس ما قلت لكم صار لي شهرين وصراحه اكثر من شهرين بعد. بس ان شاء الله القناه مستمره ان شاء الله بدعمكم. عندي كذا فكره حق كذا فيديو جايين بس عقبهم ما ادري على حسب الدعم وعلى حسب الاشتراكات واللايكات راح اقرر اني اكمل بيوتيوب ولا لا. صراحه قرار صعب يعني حق اي يوتيوبر. وما ادري اذا انا اعتبر يوتيوبر الحين ولا لا. اذا يكمل ولا لا عقب ما يخلص بروجكت معين كان يعني بس وده يركز فيه بيوتيوب. فما ادري والله كله يعتمد على النتائج اللي راح تجيبها القناة. ومشكورين مرة ثانية يعطيكم العافية. ومشكورين على دعمكم. الكومنتات وايد حلوة وايد حبيتها. لايكات الاشتراكات اللي قاعد تجيب بسرعة صراحة ما توقعت. فمشكورين مرة ثانية يعطيكم العافية. وبالتوفيق حق كل واحد قاعد يدرس أو مبتعث حتى لو كان بديرته. الله يوفقكم إن شاء الله كلكم. شدوا حيلكم ومع السلامة. بس يا جماعة يعطيكم العافية. أحب أنهي الفلوج بالحمد لله.